مساء الخير على الجميع. اليوم راح احكي عن موضوع كلش مهم، موضوع جدا انا برايي الشخصي كلش مهم، يفيد شريحه كلش كبيره وهي طلاب السادس الادبي. موضوع السادس ادبي هوايه شغل تفكيري، لانه يعني دول الناس يريدون يعرفون وين يشتغلوا. يعني انا من دخلت دورت بالمواقع الالمانيه ماكو شيء دقيق يقول لك السادس ادبي هنا يشتغل، ما شفت. بس وصلت الى حقيقه شنو؟ عن طريق شخص معادل شهادته بالمانيا مع السادس، وكاتبيله بالمعادله وين يقدر يدرس. كاتبيله بالجايست فيسنشافت، بالسوسيال فيسنشافت، بالغشت فيسنشافت الى اخره. يعني تدخل بالامور الاجتماعيه، الاقتصاد مو الاقتصاديه، الاجتماعيه، النفسيه، القانون الى اخره. فرحت سويت لي بحث عن هالثلاث كلمات، طب منها اطلع منها، طب منها اطلع منها، لحد ما وصلت الموقع بكل انواع التدريب المهني للطلاب الصف السادس الادبي. ليش؟ لان انا قلت افترضت انه طلاب الصف السادس الادبي هم يعادلون. طبعا نظام التعليم في المانيا يختلف عن العراق، لان هنا عندنا بالمانيا اعتقد 3 انواع سادس. عندنا جيمنازيوم اللي هو كل شهوخ، هذا يعني من عنده يتخرج طبيب ومهندس الى اخره. عندنا ريال شوله اللي هي شويه اقل. وعندنا هوبت شوله. الهوبت شوله انا برايي هي ما يعادل السادس ادبي، فاللي خريج ادبي يعتبر نفسه هوبت شوله باعتقادي. هل هذا الحكي دقيق 100%؟ ما اعرف، لكن استنتاجي الشخصي انه السادس ادبي يعادل الهوبت شوله. فاني وياك ابقى وياي راح نشوف الموقع بالحاسبه ونشوف شنو انواع الشغل الموجوده للسادس ادبي الهوبت شوله، وراح نشوف نحاول الشروط، وانت حاول يعني من يمك تختار اللي انت يناسبك. وبعدين طبعا اذا عندك سؤال اسالني. اريد احكي على موضوع كلش مهم، انه معادله شهاده السادس بشكل عام انا مسوي فيلم عليها كامل بالقناه، هوايه ما شايفيه. يعني يوميا يسالون نفس السؤال، وين كذا وين كذا الى اخره. فاتمنى تروح تشوف الفيلم على مود تفتهم معادله الشهاده شلون. اتمنى التوفيق للجميع، وشوف الفيلم اللي وراه. تحياتي. زين، فهذا هسه راح نشوف البيروفه، مكتوب البيروفه mit Hauptschulabschluss اللي قلت لك عليها، اللي ما يعادل السادس ادبي. يعني العمل مع خريج شهادة السادس اللي يسموها الهاوبت شولة، اللي هي شو تمثل هاوبت شولة؟ هاوبت شول اللي هي تمثل شنو قلنا؟ السادس ادبي. تعال شنو اكو وظائف. هاي الوظائف طبعا هذا اللينك راح اخليه في صندوق الوصف. موجود كاوفمان، يعني تصير واحد يبيع بالمحل. طبعا ما حد يصدق انه انت من على مود تبيع بالمحل لازم تسوي تدريب مهني 3 سنين. تفتهمني شلون؟ او تشتغل على القاصة تبيع وتشتري لازم تدريب 3 سنين. واذا تشتغل تبيع تخبز وتبيع خبز لازم تدرس 3 سنين. اذا على مود تصير قصاب لازم تدرس 3 سنين. اذا على مود تعرف تشتغل بالحديقه، حدقت شو نسميه احنا بالعراق، لازم تدرس 3 سنين، لان تدرس بالضبط شلون واحد يشتغل. او تشتغل مثلا بمخزن ترتب الغراض. تفتهمني شلون؟ او انت يعني هنا أنا تشتغل في، خلينا نقول هاي يمكن خراطه خلينا نسميها، او تشتغل سايق شاحنه، او تشتغل عامل بلاجر يعني بمخزن الى اخره. فهنا أنا تيجي تقلب بهاي الوظائف، تشوف شنو اللي يناسبك. زين، هذا يشتغل بالهذا حداد الى اخره. هذا شنو؟ تعال هذا هاي الشغله ما موجوده بالعراق. شنو؟ انه انت تشتغل في بناء السكك مال الحديد. طبعا هاي بشركتي بيها شغل وبيها فلوس رهيبه بالدوتشبان هاي. زين،
شنو بعد؟ جاسترونومي، هذا تصير خبير في المطاعم مثلا، او تصير طباخ، او تشتغل عامل بناء مال الصب 3 سنين تدرس، او تشتغل حداد، او تشتغل حلاق. شوف هاي شلون البنيه حلوه، حلاقه. زين، الى اخره. فتجي هنا اخوي او اختي، تقلبين هنا تشوفين شنية الشغله اللي تناسبك. هذا مثلا سايق حفاره الى اخره، او هذا يشتغل بالصحيات، او هذا يشتغل بالبناء، او هذا الالتن بفليقه. هوايه قالوا احنا نريد نشتغل التن بفليقه، هذا التن بفليقه طب عليه. طبعا الالتن بفليقه تشوف ايش طالبه من عندك. اختونج هذا هنا يقول لك يا لازم انت عندك اقل شيء درجه جوت، يعني جيد، او زير جود بالهاوتشوله. يعني بالادبي انت جايب معدل لو جود، لو زير جود. زين ايش قد معدل الجود؟ يعني لازم معدلك اكثر من 75 الى 100 طبعا. هذا طبعا مثلا، هذا مجرد مثال. شوف هسه الاوس بيلدينج دور باوع مو 3 سنين، سوري انا غلطان، هذا هسه مثلا سنه، ورا سنه راسا تصير موظف وتشتغل وتاخذ راتب. زين خلينا نشوف ايش قاعد يدفعون فلوس. ما كاتبين، ما كاتبين ايش قد ياخذ. هياته مكتوب كيهالت. زين، اول راتب تاخذه اول ما تتخرج هو 1900 يورو بروتو. 1900 بروتو. على مود تعرف ايش قد يبقى لك من هذا الراتب، تقمز خويا تشوف الفيلم اللي سويته مال الرواتب في المانيا. يعني الرواتب والحياه الاجتماعيه في المانيا، على مود تعرف انه هاي الشغله تفيدك ولا ما تفيدك. طبعا هذا الموقع راح اخليه لكم، قلب فيه. اذا انت سادس ادبي لا تخاف، هذا الحل إلك. اتمنى التوفيق للجميع، واذا عندك سؤال اكتب لي، واتمنى تستمرون تقرون الماني وتركزون على هدفكم، لان هو هذا الحل الوحيد. تحياتي.